وانا مفيش صح افكر. السلام عليكم، أهلا بكم أحبابي، عاملين إيه؟ أهلا بكم في قناتي تحديات الحياة. النهاردة الفيديو إن شاء الله بإذن الله هيستحوذ على إعجابكم. لو عندك غسالة كده فوق أوتوماتيك إن شاء الله بإذن الله هتستفيدي جدا 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 من الفيديو ده. لو بتشتكي ان الملابس بتكون فيها رائحة كريهة، لو بتشتكي ان الغسالة مش بتنظف، لو انت مثلا بتشتكي من نظافة الغسالة وعايزة ان هي تنظف معاكي كويس، كل الكلام دواتي هنشوفه في الفيديو بتاعنا. اول حاجة نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الغسالة بتاعتي غسالة ال جي 14 كيلو. طبعا الفيديو ده او طريقة التنظيف دي تمشي على كل انواع الغسالات، بس انا هنا بقول لكم على نوع الغسالة بتاعتي ال جي 14 كيلو. يعني هي ليها دلوقتي داخلة معايا في رابع سنة. بسم الله ما شاء الله عليها. كويسة خالص والحمد لله يعني بتنظف معايا الملابس. طب انا بعمل ايه عشان احافظ على غسالتي واخليها ما تعملش روائح كريهه وتنظف معايا الملابس؟ اول حاجه طبعا من فتره يعني كل شهر تقريبا لازم اعمل لها دوره خل. دورة الخل هتتعمل ازاي هنعرف دلوقتي، اسمع الفيديو للآخر ان شاء الله تعرفي بتتعمل ازاي. ومنضفة التنظيفة دياتي، ومعايا بسلك الخرطوم اللي بيدخل المية للغسالة، وبرضو التصريف بنضفه اللي بيصرف المية، وبنضفها والفلاتر بتاعتها وكل حاجة فيها بنضفها بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. بجيب سبونشة معايا نظيفة، بأي مسحوق عندك اللي هو صابون مواعين، وهبتدي اعمل الرغوة فقط، ما فيش مية، انا ما عنديش مية، هي سبونشة وعليها شوية صابون مواعين. بستخدم الرغوة فقط بان انا انضف الدرج بتاعي اللي هو بينزل فيه المية واللي هو بتاع المسحوق، بس انا مش بستخدمه يعني العمل المسحوق. يعني انا بحط المسحوق بتاعي على الملابس مباشرة وكده. بصوا زي ما انتوا شايفين انا بغسل مكان الفلاتر، بغسل الدرج بتاع المسحوق. سبب الاصفرار اللي موجود في الدرج بتاع المسحوق دوت اللي هو بتنزل فيه المية طبعا احنا المية عندنا بتكون فيها شوائب وبتاع، فهي اللي مسؤولة عن اصفرار الدرج. على فكرة ممكن انتي تحطي شوية كلور ابيض لو عندك وبتسيبيهم 5 دقايق، بترجع تلاقي الدرج بتاعك يعني ابيض ناصع وكده. بس انا ما كانش عندي كلور الابيض، فيعني استخدمت صابون المواعين العادي. انت لو عندك كلور ابيض هينضف معاك الدرج من اول مرة بدون دحك ولا اي حاجة. معايا برضو هنا ما تنسوش يا بنات اللي هو الاتساخات اللي بتكون آه، تحت الباب. زي ما انتوا شايفين الباب بتاع اللي هي الغسالة بتاعتي، زي ما انتوا شايفين بيكون فيه أتربة، بيكون شوية اتساخات وبتاع. بالفرشة دي وبلمها. يعني هي فرشة أسنان عندي قديمة وصغيرة، يعني حجمها مش كبير. وابتدي انضف زي ما انتوا شايفين كل حاجة بتنضف معايا الفرشة المنطقة دي كويس جدا. اللي انا بعمله دواتي بيحافظ على عمر الغسالة بتاعتي، بيطول في العمر بتاعها، بيخليها طبعا بحافظ عليها. الملابس لما بغسل الفلاتر، مكان الفلاتر، وبغسل الفلاتر كويس خالص تحت الحنفية، هي المسؤولة عن ان تكون معايا رائحة الملابس مش كويسة. فانتي حسيتي ان ريحة الملابس بتاعتك مش كويسة لازم تعملي الغسلة دي للغسالة. مكان الدرج اللي بتنزل فيه المية، مكان الفلاتر، الحلة بتاعتك تعملي لها دورة خل. ان شاء الله بإذن الله هتلاقي معكيش اي اتساخات، اي روايح وحشة في يعني مش كويسة في الغسالة. برضو هتلاقيها معاكي الموتور بتاعها شد وبتغسل كويس وكده. لاني انت لو ما عملتلهاش دورة الخل في على المراوح بتاعتها بيتجمع تكلسات كده من المية وبتاع، فبتخلي معاكي الحلة مش بتلف كويس.
فانت لما بتعملي دورة الخل دي بتخلي معاكي الحلة القوة بتاعتها بتقوى في الغسل وكده. وهنا الدرج طبعا فيه اللي هو الصدى بتاع المواعين، زي اسفة بتاع المية زي ما انتوا عارفين. بقولك انت لو عندك كلور الوان هيتحش منك على طول، بس انا ما كانش عندي، عملته بالاسبونشة وهينضف معايا وتمام. بس ايه، اخد مني وقت زيادة في الدعك. وان كنت وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة ان كنت اول مرة تشوفي القناة، وشيروا الفيديوهات كده علشان الكل يستفيد. وان كنت استفدت من الفيديو ما تبخليش عليا باللايك. اللايك مهم جدا للفيديو علشان يعني يبين لليوتيوب ان الفيديو ده مهم واعجب الناس وكده. فما تبخليش فضلا منك عليا باللايك. وما تنسونيش من تعليقاتكم كده الإيجابية اللي تشجعني وتديني باور. طبعا احنا في فترة امتحانات الأيام دي، إن شاء الله بإذن الله ربنا يساعد أولادنا جميعا و... وإن شاء الله ربنا يوفقهم ويعني إيه ويركزوا كده في الامتحانات وكده. شايفين الفلتر بتاعي مليان اللي هو الوبر والاتساخات دي كلها. بتجمعها كلها اللي هي الغسالة من الملابس وكده. شايفين المنظر. بالفرشة ديات اللي هي فرشة الأسنان برضو بجيب كل الزوايا اللي موجودة في الفلتر بتاعه وبغسله وبنزل كل الشوائب وكل الوبر وكل الاتساخات اللي موجودة في الفلتر بتاعي تحت المية زي ما انتوا شايفين. وما بسيبش يعني، ركزوا معايا، مش بسيب اي حاجة فيها اتساخ او فيها وبر او فيها كده. الفلتر زي ما قلت لكم هو مسؤول عن رائحة الملابس. لو هو فيه اتساخات كتيرة وكده هو نفسه بيعمل رائحة بتأثر على الملابس. طبعا الفلتر مهم جدا ان هو بيلم معاكي اي شوائب موجودة في الغسالة، ما بيخليهاش تنزل الصرف تحت وتسد معاكي الصرف وتعاني من معاناة في الصرف. فلازم تنضفي الفلتر زي ما انتوا شايفين تنظيفة حلوة، بيخلي رائحة غسيلك زي ما قلنا حلوة، وفي نفس الوقت بيحافظ على الصرف بتاع الغسالة بتاعتك. شايفين طبعا هنا انا هغسل الفلترين، بس انا شاركت معاكم غسيل فلتر. وبعد كده هنعمل دورة الخل. وهوريكم لو انت كنت بتعاني ان الغسالة بتاعتك ضغط المية اللي داخلها قليل، هقولك السر برضو في ان ضغط المية اللي داخل الغسالة قليل ليه. هتشوفي معايا الفيديو للاخر هقولك على السبب اللي مخلي معاكي ضغط المية قليل معاكي في الغسالة. زي ما انتوا شايفين، ركزوا معايا، انا معلش مطول عليك الفيديو بس علشان تركزي معايا في طريقة غسيل الفلتر بحيث ان هو يكون معاكي 10/10. وفي برضو فيديوهات انا عملت فيها برضو دورة غسيل للغسالة بتاعتي، برضو هسيبها لكم في شاشة النهاية ان كنتوا يعني هتتفرجوا عليها برضو وتستفادوا. شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني رجع زي الاول. هنا بقول لكم انا دفع المية كان اللي داخل عند الغسالة قليل. ليه السبب؟ في هنا زي مصفى او فلتر بيصفي المية قبل ما تخش الغسالة، بحيث ان هي لو في شوائب جامدة وكده في المية ما بتخشش معايا الغسالة. فانا اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الخرطوم اللي جاي تبع الغسالة، فيه منه جزء بيكون متصل بالحنفية وجزء في الغسالة. الجزء ده اللي انا بقول لكم عليه ده بيكون عبارة عن مصفى او فلتر. انا طبعا ما قدرتش احوشه بايدي، فباي زرادية عندك او اي حد يعني حاجة كده تتحكمي انك تسحبيه بيها. بصوا زي ما انتوا شايفين انا سحبته. هوريكم على كمية الاتساخات اللي موجودة على المصفى. شايفين الاتساخات دي كلها او الصدى اللي جاي من المية هو اللي مخلي المية داخلة معايا ضعيفة. هو ده اللي مخلي المية داخلة معايا. تاخدي بالك انا طبعا بستخدم المية الباردة فقط، فهعمل الجزء اللي خاص بالمية الباردة فقط. لو انت بتستخدمي الجزء الخاص بالمية السخنة يبقى برضو هتعمليه نفس الطريقة. هتعمليه ايه نفس الطريقة. بصوا
زي ما انت شايفة. بصوا، ده برضو دي زي مصفى برضو تاني موجودة من جوه، هغسلها. يعني ايه الناحيتين، هنا كانت بنتي هي اللي بتغسلها. الناحيتين زي ما انتوا شايفين بالفرشة، واغسلها وابتدي انضف الخراطيم وانضف تحت الغسالة يعني. بس انا ما جبتوش معاكم، في شباك في المنطقة دي، فدايما ورا الغسالة بيتملي اتربة مني وكده يعني. بصوا زي ما انتوا شايفين. هحط بقى اللي هي المصفى الاولانيه، وبعد كده بضغط عادي وبدخل دياتي. بص بضغط كده ضغطة عادية، ركزوا معايا، وبتدخل عادي وبركب برضو اللي هي اللي خاصة بالجزء ده اللي هو الخرطوم الخاص بالمية، وبيبقى تمام على كده. بصوا بحاول ان انا اظبطهم كلهم قصاد بعض عشان تقفل معايا كده. الدفع بتاع المية هيدخل عندي شديد. انا صراحة عملت التصريف تحت اللي هو المكان المسؤول اللي هو تحت جنب التصريف، نظفته، بس يعني ايه ما قدرتش انظف المكان ده. بص دي الحنفية طبعا اللي بتكون لازم أن تكون جاية مع القطعة دي، فانا هفتحها عشان انا كنت جافلة المية. هنا انا كنت مشترية ملح ليمون، ومشترية كربونات، ومشترية خل خام. الخل الخام مفعوله قوي، هيخلي معايا الغسالة والاستانلس بتاع الغسالة كده بيلمع من النظافة. ده خل خام، وده بملح ليمون وبكربونات. انا هستخدم يعني معلقة ملح ليمون، هستخدم معلقة كربونات، والخل الخام اللي انا مشتريه. هنا بقول لكم حطيت الفيشة، هظبط ادوس بس على برنامج تنظيف الحوض، ومش هلعب في اي حاجة، هو تنظيم الحوض وستار فقط. تنظيف الحوض وستار. بعد كده هيبتدي هو يظبط نجع، يظبط غسيل، يظبط شطف، هيظبط كل البرامج، هيظبطها مع نفسه. شايفين منسوب المية عالي معايا ازاي؟ المية بيجت الكمية اللي بتدخل بقيت كبيرة يعني عن الأول. هنا طبعا أنا لسه ما حطيتش الخل ولا ملح الليمون ولا الكلام ده، بس أنا خليتها تعبي شوية، وبعد كده هعمل إستار وهحط الملح الليمون والخل والكلام ده. بصي انتي ان شاء الله بعد الفيديو ده حرفيا لو انتي بتعاني، بصي لو انتي بتعاني طبعا من اي رائحة في الغسالة، ان الغسالة بتاعتك مش بتنظف، ان شاء الله بعد الفيديو دواتي ان شاء الله هتلاحظي ان الغسالة بتاعتك بقت ريحة الغسيل معاكي كويسة، هتلاحظي ان الغسالة بتاعتك بقت بتنظف. ولو عايزين مني ريفيو عن غسالة ال جي قولولي، وانا ان شاء الله باذن الله هعمله معاكم. هنا انا ابتديت يعني اضيف الخل، واضيف الكربونات، واضيف ملح الليمون، وهقفل الباب بتاع الغسالة وادوس ستار تاني، ان شاء الله هتكمل هي معايا بتعبي الاعلى منسوب عندي اللي هو 10، وهتبتدي تنظف هي مع نفسها، هتنقع وتغسل وتشطف وتعصر. هتعصر على الفاضي يعني، هي هتلاقيها بتعصر على الفاضي بدون ما يكون فيها مية ولا فيها غسيل. هتلاقيها برضو عملت موضوع العصر دواتي. والغسالة بعدها تلاحظي ان الاستانلس اللي موجود معاكي في الغسالة بيجي 10 على 10 يعني. بصوا هنا بتكمل معايا، وهتشوفوا شكل المية بيجي ازاي، يعني شكل المية هتشوفوه معايا بيجي شكله يعني فظيع كده بعد الغسيل. هنا بتعبي. وما تنسوش احبابي الاشتراك في القناة فضلا منكم وليس امرا، وما تنسوش تعليقاتكم الجميلة ولايك منك ان كنت استفدت من الفيديو. والسلام عليكم.